يعني انت كمان مكتئب يا مرعي؟ بص يا مرعي، الاكتئاب مش مجرد ان انت متضايق لفتره طويله. الاكتئاب ده هو حاجه بتبقى ان انت خلاص جسمك مش مستقبل الدوبامين اللي المفروض يفرزه، ان انت حواليك الدنيا تمام بس انت مش قادر تحس ان الدنيا تمام، انت فعلا شايف الدنيا رماديه. وفي فرق شاسع وده تقريبا 90% مننا بيقع فيه، هو ان هو يبقى فاكر ان هو في اكتئاب بس هو حقيقي مش في اكتئاب، هو عنده مشكله ما حلهاش. بس الموضوع بسيط لهذه الدرجه ان انا ممكن يكون مثلا اهلي مش مستريح معاهم في البيت، خسرت صحاب كانوا عزاز عليا، عندي مشاكل جسديه مش قادر احلها او ما حلتهاش لحد دلوقتي، فافضل متضايق من الحاجات دي وتفضل هي كتير وانا ما حلتهاش، فافضل متضايق. فلما المضايقه تطول افتكر ان انا عندي اكتئاب، بس انا في الحقيقه ما عنديش اكتئاب، انا عندي مشكله محتاجه حل بكل بساطه. فلو المشكله دي ما اتحلتش انت هتفضل متضايق، فهتفضل فاكر ان انت عندك اكتئاب بس انت ما عندكش اكتئاب. بمجرد ما انت تحل المشكله دي، لو لسه متضايق ولسه مش قادر تتبسط بالحياه، ساعتها تقدر تستشير خبير نفسي او دكتور نفساني يتابع الحاله بتاعتك ويأكد لك ان انت ان شاء الله ان شاء الله بخير. بس فما تخلطوش الاكتئاب بان انتوا عندكم مشكله ما اتحلتش لسه، وان شاء الله ربنا يحل لنا كل مشاكلنا باذن الله. وبس كده احنا زي الفل الحمد لله.